مرحبا شباب، وياكم حسن. رجعت لكم بهذا الفيديو. شباب هذا الفيديو كيف نرفع تطبيقات على ابيت. هذا ابيت يعني كلش متجر، كلش حلو وكل شي بيه، يعني مثل التطبيقات اللي يعني يعطيك اياها بسوق بلا بفلوس، هذه ينزل لك اياها مجانا. هنا أنا مثل هذا المتجر انا مالي، اوكي، هنا ارفع بيه لين نسوي تسجيل يعني. هنا ندخل على هذا البرنامج عمود نقدر نرفع. أنا أقول لك إذا تسجل الفيسبوك أو الجوجل أو تسوي لك حساب، ما تدخل الإيميل والباسورد واسم المتجر. من كملنا مثلا اسم المتجر راح ينفتح لك، ترجع وين تروح هنا تكتب اسمه مثل النوب، ترجع للبرنامج وترفع. هسه أنا عندي حساب ما يحتاج أسوي. حلو، من يطلع لك هكذا يعني هسه انت سجلت بيه وتقدر ترفع. مثلا كسبيل المثال يعني هذا اني رافعهم، مثل ارفع هذا حتى لو تطبيقات الجهاز. هنا هذا اذا نعطي الاسم، هنا تقدر تغير الاسم. هنا الايميل راح هو يخلي لك من واحد ايميل ويكتب وصف، هو راح يخلي لك صور. حطي هذا، انتظر. حلو، هسه اذا يطلع لك هكذا تقدر تنشر على الفيسبوك، او يعني العفو هذا الفيسبوك، او هنا بس تضغط على هذه راح يرفع. تسوي التحديث، تسوي لها بالتحديث هكذا، انتظر. 18 هسه هو كان 17. شوفوا هذا الكتاب، شوفوا الرفع هنا ويقدر يطب على متجر. وان شاء الله هذا يعني التطبيقات البعض ارفعها هنا والبعض على غير مراكز. يلا شباب، باي.